لكن الطرف هذا هنا مش المغرب، الطرف هو غينيا كوناكري. دونك سي ان ماتش اللي يتلعب في تيران نوتر. دونك ما اعتقدش اللي المنتخب الجزائري مش يتنقل للمغرب مش يلعب ضد غينيا. لا مش يتلعب في العيون قريب للصحراء. قريب لوين؟ قريب للصحراء. السلام عليكم خوتي المغاربه، كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير، نتمنى انكم تكونوا مزيان في افضل احوالكم. جبنا لكم فيديو جديد، فيديو نتمنى اكيد انه ينال الاعجاب ديالكم. في البدايه كنشكركم بزاف اصدقاء على الدعم ديالكم المتواصل لينا، كنشكركم بزاف على اللايكات، على الكومنتير الزوينه اللي كتخليو لينا، فشكرا لكم بزاف اصدقاء، شكرا لكم بزاف اخوتي المغاربه. الدعم ديالكم والمساندة ديالكم للفيديو بها كنستمروا. فباش ما نطولش عليكم اخوتي العزاز، نخليكم تشاهدوا هذا الفيديو ونتلاقاو في النهايه ديالو ان شاء الله. سبور معنا سي توفيق زعبوب ايضا انيس بن حسن باش نحكيو على ملف جديد، بما انه الاتحاد الغيني لكره القدم حسب تقارير صحفيه تحصل على موافقه الكاف من اجل استضافه المغرب لمباراته ضد الجزائر في تصفيات كاس العالم 2026. حتى صحفي ميك جينيور قال انه الكاف وافقت على طلب غينيا، وغينيا اللي ما عندهاش ملاعب بالطبيعه ما عندهمش ملاعب تستجيب للمعايير الدوليه، اختاروا انهم يشوفوا بلاد يلعبوا فيها، خذوا المغرب. فوزي لكجع كان رحب بهم في كل مقابلاتهم، وغينيا باش تلعب ضد الجزائر، وهذا في المجموعه السابعه من تصفيات افريقيا المؤهله للمونديال، معها اوغندا، موزمبيق، بوتسوانا والصومال، وباش تبدا اول مقابله ضد الموزمبيق في المغرب، وايضا باش تواجه الجزائر في المغرب. نجم نقولوا ازمه جديده سي توفيق باش تتخلق. بون اذا كان هذا بون احنا شفنا مشكل بين اتحاد العاصمه ونهضه بركان على في نطاق النوادي، تو تعدات للمنتخبات. اسكو شفنا حتى في كره اليد الجزائر انسحبت، في الجمباز البطوله الافريقيه الجزائر انسحبت، دونك ولكن الطرف هذا هنا مش المغرب، الطرف هو غينيا كوناكري. دونك سي ان ماتش اللي يتلعب في تيران نوتر. دونك ما اعتقدش اللي المنتخب الجزائري مش يتنقل للمغرب مش يلعب ضد غينيا. لا مش يتلعب في العيون قريب للصحراء. قريب لوين؟ قريب للصحراء اللي تقريبا صار عليه اختاروا هما المنتخب الغيني اختار المغرب، قلت لهم عندي الملعب هذا اللي باش تلعبوا فيه. لا هيك عاد مش تولي عاد بروفوكاسيون عاد، اذا كان مش توصل مش تولي عاد الاشكاليه لهنا، مش على الاشكاليه لا الماتش يتلعب في كازا ولا يتلعب في مراكش عادي جدا، مش يتلعب في العيون في العيون. هو ديجا غينيا من قبل تلعب في المغرب، ما عندهاش معناها تلعب في المقابله نتاعها في المغرب، مش في العيون. مقابله الموزمبيق في مدينه الجديدة بالضبط. ونزيدك فما منتخب برشا منتخبات راهو ديما المغرب قاعد تحتضن في المنتخبات هذه، الا ما عندهمش ملعب قادر باش يحتضن مقابلات افريقيه. اما الاشكاليه وحتى الجزائر لعبت ضد بوركينا فاسو في المغرب، راهو لعبت في برشا مقابلات في المغرب قبل الازمه. بالازمه صحيح. نحكي لك في الازمه الحاجه الجديده هي كما قال كنيس سي توفيق، هي المكان معناها كانوا استفزاز للجزائر، معناها من قله الملاعب في المغرب، انت تحطهم في الملعب قريب كما قال انيس معناها الصحراء نتاع المغرب، ومعناها المشكل اللي موجود فيه كان معناها بامكان كما قلت انت في مراكش في كازا في معناها في اكادير، معناها فما ياسر ملاعب فيه وملاعب مؤهله معناها باش يكون المقابله. شوف فما تحس استفزاز وتحس فاتت الامور الرياضه ولات امور اكثر سياسيه، وان شاء الله زوز بلدان شقيقين اشقاء يلزم يكون التعامل راهو تعامل حضاري، حتى اذا فما مشاكل سياسيه نخليوها على جنب، الرياضه راهو للرياضه، سواء المنتخب المغربي ولا المنتخب الجزائري، زوج منتخبات كبار في القاره الافريقيه، وتحس انت حتى بصراحه راهو على المستوى الملعب على المستوى اللاعبين وين تبدا فما مقابله بين الجزائر والمغرب، تحس الامور راهو الرياضيه معناها بين اللاعبين راهو عاديه جدا، معناها اذا ما تدخلش حاجات من برا وحاجات لا رياضيه راهو ما تلقى حتى اشكاليه في المقابلات، يعني سواء في كره يد ولا كره سله. شنو المشكل لو معناها مغرب تو الغينيا تلعب في السنغال ولا تلعب في مالي ولا تطلع تمشي، لو فرضنا انه هوكا زاد الملاعب جنبها، علاش زاد اختارت هي المغرب؟ لا المغرب قالت لها اذا كان ما عندكش ملاعب مرحبا بك، بما انه هذا ترويج زاد، بما انه باش ننظم كوب دافريك نتاع شوف المغرب قاعده تاخذ فيهم سي توفيق، فما حاجه اخرى تاخذ فيهم حتى على مستوى راهو النزول حتى بريزون شارج توتال كل شيء ما سمعتش قبل اني مباراه صارت في مدينه العيون انترناسيونال، سواء المنتخب المغربي ولا منتخب اي منتخب حتى الشباب يلعبوا ديما في كازا في مراكش في اكادير، ولكن في العيون بالذات تحسها معناها
مش مسيسه الغادي. هذا في انتظار بالطبيعه مزيد التطورات في الملف هذا. ملف اخر مباراه اتحاد العاصمه ونهضه بركان ما وفاتش، بما انه رئيس اتحاد العاصمه كمال حسينه كان صرح البارح لموقع الهداف، ونشوفوا ديكلاراسيون يقول طلبنا من التاس انه ما تعينش مباراه الفينال. نسمع بقيه التفاصيل. احنا حطينا الملف وين طلبنا دابور باش تعاود المقابله، وزدنا طلبنا باش يعني الخسائر اللي درناهم كاع يرجعوهم لنا، خاطر درنا خسائر كبار باش يرجعوا لنا الخسائر تاع 60,000 متفرج واللي جاوا لنا هذوك لي بيرسوناليتي وطياره اللي رحنا بها لبركان، طلبنا كاع هذه الخسائر. شيخ شفنا انه الكاف حدد موعد نهائي ب 12 ماي القادم، احنا طلبنا باش ما تلعبش المقابله. احنا طلبنا مع المحامي تاعنا باش ما تلعبش المقابله. رسميا اتحاد العاصمه طلب باش ياجل النهائي. نعم. الملف المقابله الاولى والثانيه ملف واحد. والاثنين اعاده المقابله. لا كاين ملفين، كاين الاولى وكاين الثانيه. كاين الاولى وكاين الثانيه. هذا بطبيعه كمال حسين اللي طالب بزوز ملفات، سواء مباراه الذهاب والا مباراه الاياب، اللي يطلبوا زاد اعاده المقابله هذه. دونك نحكي على نهضه بركان وفريق اتحاد العاصمه. سي توفيق، رايك خاصه انه رسميا الكاف عينت الموعد نتاع الفينال اللي هو 12 ماي الجاي. هنا المشكله اللي مربوطه زاد هي مواعيد الكاف معناها محدده من قبل. معناها كما تو نعرفوا اللي معناها مباراه الدور النهائي نتاع الشامبيونز ليج في ويمبلي في لندن محدده من قبل. فالكاف زاد نفس الشيء، نعرفوا اللي مباراه زاد الدور النهائي لكاس الكاف الذهاب وين والاياب وين والتوقيت وكل شيء جاهز. دونك ما الاتحاد العاصمه من حقه انه مشى، ما دام مشى للتاس ينتظر في الرد، والتاس ماك تعرف تطول شويه مش في ليله ونهار. فيمكن الكاف تقول لك خلينا نلعب الفينال اخويا وبعد الريزولتا اللي مش جي، ولكن كل واحد ياخذ حقه. اذا كان اتحاد العاصمه عنده حق اكيد التاس تنصفه، اذا ما عندوش حق اكيد المباراه الدور النهائي مش تتلعب في الوقت اللي حددته الكاف. انيس حتى الحكام تعينوا ديجا نتاع الفينال. ولا وحتى بالنسبه لاتحاد العاصمه من حقها ان تطالب التاجيل، راهو خاطر تعرف انت قضيه كيما هيك ساعه قضيه استعجاليه. في العاده قضيه استعجاليه نعرفوها في كل المحاكم، نورمالمون يتم معنا الاستعجال فيها، وقضيه معناها يلزمك معناها ما تاخذش برشا وقت. مش من القضايا هذه قضايا مؤثره على مقابله الدور النهائي. دونك كان من الاجدى انه التاس ساعه تاخذها في 2 اسابيع 3 اسابيع، والكاف ما فيها شيء فما تاقلم على الوضعيه يتم تاخيرها، تصور موعد لاحق اخر ماي لما لا، باش تكون معناها الكلمه الاخيره للتاس، خاطر في صوره ما بربي تلعب الدور نصف النهائي ونعرفوا احنا بعد يجي قرار عكس هذا، بعد يجي قرار العكس نحيوا الدور النهائي ما تجيش. معناها فما حاجات يلزم معناها الانتظار. ما فاتش الدنيا، خاصه انك هذه نعرفوها كاس الكونفدراليه ما عندهاش معناها تاثير على بقيه المسابقات. كان على الاقل تاخيرها الى اخر ماي في الانتظار. هو طلب النظر زاد استعجاليا وبالضبط هو استعجالي، خاطر قضيه استعجاليه قضيه مؤثره جدا. وتعرف انت التاس معناها يلزمها تاخذ القرار نتاعها، خاطر نتصور ان التاس في بالها بالموضوع وفي بالها معناها خاطر العالم الكل راهو خذي برشا معناها تفاعلات الموضوع هذا، خاطر كما قلنا وفي الرياضه ولات اكثر امور سياسيه اكثر منها رياضيه. بعد شويه باش نحكيو على الشامبيونز ليج والقمه المنتظره الليله في البارك دو برانس ما بين فكيف ما شاهدتي معنا خوتي العزاز، كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، وكنتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم. ما تنساش انت ولا انت الا كنتي اول مره كتدخل لاشين ديالنا، ما تنساش انك تفعل زر الجرس باش يوصلك كل جديد اللي كيتعلق اخبار ديال المغرب، لا على المستوى الرياضي ولا على المستوى السياسي. وشكرا لكم بزاف اصدقاء على الكومنتير ديالكم الزوينه، شكرا لكم بزاف على الدعم ديالكم وعلى اللايكات ديالكم للفيديو. كنشكركم بزاف على كل داكشي اللي كتخليو لنا الاصدقاء، وتهلاو في راسكم ونتلاقاو في فيديو جديد، والسلام عليكم.